يا فرحي ويا سعدي ويا فرحي ويا سعدي ويا فرحي ويا سعدي ونص الله ليا في الدراري. تبارك الله والصلاة على النبي. اللي شاف ذاك المنظر وما صلى على النبي الله يعطيه العمى. قولوا امين. تبارك الله. الله يخلي الوليدات لباهم والله يخلي الاب لوليداته. قولوا امين. والله يحفظ سميرة من شر الخلق ومن شر حاسد اذا حسد. واللي ما عجبو حالي يصطح مع راسو مع شي حاجه ديال الحجر ماشي ديال البريك. السلام عليكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فضلا وليس امرا اللي دخل يخبط واحد لايك كومونتير زوين بحالكم. وما كاين ما احسن من هذا المنظر اللي شفنا البارح واليوم. يونس ملي تلاقى مع وليداته الضحكه عاد رجعت لمي حاده. بقى الدور عاد نشط. الله عز وجل قال في محكم كتابه المال والبنون زينة الحياة. الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة. وتخيل معايا ها يونس مسك عليه الله وكان محروم من وليداته ما كيشوفهمش. ودابا ملي تيشوفهم واحد القضيه شي بعضين شي محاسد في التعاليق ما عاجبهم الحال وغيطردقوا اموتوا بالفقسه. ولاد يونس ويونس باهم ها منين تدخلوا وها منين تخرجوا. يلا ديروا عويد فوق عويد وما توصلوش سيدي بوعبيد. المهم ما عليناش. قلت لكم راه كاين واحد الشرانيين ما تصرطتش ليهم علاش يتلاقى السيد بولادو. راه ولادو هذوك من حقه ومن حق امي حاده وباقا الدور والعمامات والخوال كلهم من حقهم يشوفوا الوليدات. واللي ما بغاش يطردق ويشرب البحر. المهم ما عليناش. هادشي كله اللي قلنا البارح واليوم زوين وفن. ولكن واحد النقطه اللي ما هضرناش عليها هي كيفاش كان اللقاء ديال الوليدات مع باهم وجدهم وجداهم. بواحد الفرحه بواحد الشوق باش تعرفوا بان ما رباتش فيهم الام الحقد ما رباتش فيهم الكراهيه. ما كانتش كتهضر خايب على عائله الراجل قدامهم. ما كانتش كتقول لي ما انا غادا للجلسه ولا جايه من الجلسه. علاش؟ باش يبقى داك الحب وديك النظره ديال الاحترام للوليدات للاب ديالهم. وهذا الشيء سوا اللي كيحملوا سميره وبالاخص اللي ما كيحملوهاش ما يقدروش ينكروا هذا الشيء. لان داك العناق الحار شتي اللي غيكونوا مقرصين واللي غيكونوا مثلا مشحونين على عائله باهم. والله ما يعني نقول جداهم وجدهم بداك الشغف وبديك اللهفه والاب ديالهم. ولكن حيت سميره بنت الاصل والمفصل دافعت عليها ومازال كندافع عليها وكنقولها. سميره مراونس. سميره لالات العيالات. وقع سوء تفاهم مع الراجل ماشي نهايه العالم. الله يسهل عليها حتى هي وتا هو الله يسهل عليه. الله يسهل عليه في محسن. والله يجيب ليه ان شاء الله شي بنت الناس تا هو يعيش الحياه السعيده. ولكن هذا لا يعني انه نهايه العالم ونديروا داكشي ديال الحرب ديال لاندوشين ما بين المراه والراجل باش حنا نجلسوا نتفرجوا. لا سيدي. هذه هي الطاقه الايجابيه. هذا الشيء زوين. هذا الشيء زوين. واللي غيقول العكس يمشي ينبق اللي غيقول العكس. هادشي كل لا بليبار 99.9% عاجبو الحال. لا بليبار 0.1% ديال الحاقدات وديال المسمومات هذوك خليهم. هذوك ما غندويوش. هذوك بلا ما ندوي راكم مكلفين بهم في التعاليق. عرفتي راه كيعضوا في جنابهم بالفقصه وبالسم وبالحسد. علاش؟ اشنو بغيتو نتوما حاضنين على ولادكم بحال الدجاج؟ ويونس علاش يتلاقى بولادو؟ ولا بالعكس من حقه. واللي قالك الحق راه تخلص النفقه. شوف من حقه يشوف ولادو ومن حقه يحط النفقه بغا ولا كره. يقاك على النفقه والله تيخلصها والله تيشوف ولادو. يلا هادشي اللي بغيتو. على هو مال النفقه لا خلصها غيخلصها للبراني غيخلصها للعدو راه لوليداتو يا ويلي. وتبارك الله داهم اليوم وخسر عليهم تبارك الله زباله ديال الفلوس. ماشي خساره في دوك الوليدات. كان حسبوه كادو ديال النجاح كادو ديال بدايه الموسم الدراسي من اجل الجد والاجتهاد. ومن حقه كل سيمانه يشوفهم مره الا بغاهم يباتوا على الدريبه. راه ولادو هادو كعباد الله. امالكم القوم الجاهل. امال شي وحدين صعروا جاتهم النعره. مالكم فهمتش. قال لي العرس لمالي والزهاقه لمالي الدبر. هذه ديال الدجاجه تبيض والفروج دار ونكو. هي ديال الشبعطين. يا ويلي واش نتوما ما تعرفوش واحد القضيه؟ تعرفوش تنشروا الطاقه الايجابيه وتفرحوا مع الناس ملي يكونوا فرحانين؟ حنا خاصنا كلشي نقلبوه كنازه. لا خاصهم ملي يتلاقى مع الدراري نوضو حنا نبكيو عوك. علاش يشوفهم؟ لا من حقه يشوفهم. وانا من شحال هذيك كنت كنقول هذه
طلقتي انت والمراه ما يطلقوش الدراري معاكم. من حقك. وحدين كيقول لك لا حقاق الا مشى يخاف يلصقوا لي شي مونتي. علاش بالسلامه مالكم؟ شنو هو كاين قانون في البلاد اكثر لكم في زريبه؟ الحمد لله على نعمه المؤسسات، الحمد لله نحن في دوله الحق والقانون. اللي بغى مرحبا واللي ما بغاش يسطح راسه مع حد ديال الحجر ماشي ديال البريك. هذه اللازمه ديال الفيديو، اللي بغى يسطح راسو يسطحو مع شي حد ديال الحجر، ديال المسندك ديال البلاد ديال العروبيه اللي كيبنيو بالحجر هذاك، باش الحجره ما تهرش. اما الياجور نخاف عليه في هذا الوقت. ايوا خوتي اش نقول لكم، الحمد لله والشكر لله بعد 3 سنوات من المعاناه. شوف واخا انا واحد القضيه النقطه بزاف ركزت عليها، يعني واخا بالاخص جوديا، شوف واخا يعني كبرات بعيد على باها الدراري 3 سنين راه ما سهلاش، 3 سنين من الصراعات ومن المشاكل ما سهلاش، والحمد لله انهم ما تاثروش والحب ديالهم ما تغيرش تجاه الاب وتجاه الجد والجده والعائله. فهذه نقطه تحسب لسميره. عارف كاين المسمومات اللي ما غيحملونيش على هاد الهضره، غيقولوا لي ولا انت كطبل. لا ماشي كطبل سميره، كاين قنوات كيطبلوا ليونس بصحتهم، ما عمرني تحاسبت معاهم ولا قلت لهم شي هضره. القنوات اللي كيطبلوا ليونس كثار مني انا اللي كنطبل لسميره، ولكن كنطبل بالحق وكنقول المعقول، لانه هذه النقطه مهمه جدا. لانه في المجتمع ديالنا ملي كتطلق المراه مع الراجل، يا اما الراجل كيبدا يحرض في الاولاد على امهم، يا اما الام كتنوض كتحرض الوليدات على باهم. وهذا الشيء كنشوفوه الا ما كانش في عائلاتنا، عند جيراننا، عند ناس قراب لينا، كنسمعوه في المجتمع. ولكن سميره ما دارتش هذا الشيء، بالعكس ربات الحب الاحترام والتقدير في الوليدات تجاه الاب ديالهم. هذه تربيه سليمه، والحمد لله كيف ما شفتوا ربي مسهل عليها، جامعه وليداتها كتبني ليهم، واللهم لك الحمد ولك الشكر. شوف الاب تا هو تيكون مستقبله، وداك الشيء راه من صالح دوك 4 ديال الوليدات. الام كذلك هو مثال محاربه وكتبني وكطيح وتنوض هنا ولهي من اجل ماذا؟ من اجل دوك الوليدات. كلشي تيجري على ود الوليدات. ايوا هادشي اللي كاين. واش عباد الله هي كتجري على البراني؟ واش نقول لكم واحد القضيه، هو كون كانت شي وحده ما مسوقاش والله تات واحد الدراري لبام وتزيد ضربه بالتجويجه وتزيد راه الفيزا كاينه راه برا لهلا يقلب ولهلا يشقلب. ولكن لا، بقات حاضنه عليهم وما بالرغم من المشاكل بقات وحاربات وتقاتلات، والحمد لله. يا ريت كنت كنتمنى، يا ريت لو كان ما دازوش في هذوك الجلسات وداك الطلوع وداك النزول، يا ريت كون وفروا داك المجهود وداك الفلوس اللي تخسرات من كلا الطرفين يتخسروا على الاولاد. كون راه فين واهلي. وهذا ميساج للناس. شوف الا ما تفاهمتش المراه مع الراجل والراجل ما تفاهمش مع المراه، خليو الدراري في التقار، خليو وليداتكم يعيشوا في سلم وسلام. وهذا الشيء اللي بغيت نقول. موت العدو حيدو السلام عليكم ورحمه الله، والله يرحم لكم الوالدين. اللي عجبو الفيديو خبط لايك وشي كومونتير زوين بحالكم يا ولاد الخير وبنات الخير، والله يرحم لكم الوالدين على كلامكم الزوين في الفيديو السابق. وتحيه نضاليه للاسره اليوتيوبيه.